السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه رمضانيه بزاف بزاف بنينه. هذه تقدروا ديروها حتى للضيوف ديالكم، تحمر لكم الوجه ديالكم ولا العائلات ديالكم. راح نديروها فخد تاع الداند، يعني بلا كويس دو داند. تجي محشيه بحشوه بسيطه اقتصاديه بزاف بنينه. حنحضروها مع الزيتون ولا صوص ديالها، تجي ولا اروع. نتمنىكم تشوفوا الفيديو الاخير، واذا عجبكم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيوه مع الحباب. نشوفوا المقادير وطريقة التحضير على بركة الله. بسم الله. هنا حاجة الأولى اللي حنحضروها، راح نديرو لا ماريناد ولا التتبيلة اللي نتبلو بها هذيك يعني الفخذ ديالنا تاع الداند. كيما راكم تشوفوا عندي مغرفة تاع السمن، عندي مغرفة صغيرة تاع لا موطارد، عندي شوية تاع التوابل، ملح، فلفل أسود، وشوية تاع الكمون، وشوية تاع توابل الدجاج. يعني هنايا نتوما تفننوا كيما حبيتوا. عندي كمية تانيك تاع الثوم، حوالي 3 حتى 4 فصوص تاع الثوم. نتمنى تجربوا هاد الوصفة، واش نقول لكم يا البنات، بنينة 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 بزاف، يعني تستاهل التجربة. وراح تكون الحشوة تاعها اقتصادية، يعني ما فيهاش هكا لا فيونداشي ولا. نتوما لكم الاختيار، تقدروا تحشيوها بواش حبيتو. نرجعوا للمكونات ديالنا. هنا كيما راكم تشوفوا، بعد ما درت هذيك الثوم، درت شوية تاع الزعترة، وضفت لهم تانيك شوية تاع العكري. هنا كيما حبيتو، يعني التوابل قلت لكم نتوما فننوا كيما ديروا تحمروا الدجاج ديالكم. هنا باش تجي يعني لاكويس تاعكم تجي طريه، وتجي كيما نقولوا تتفتت هكذاك وحدها، لازم ديروا لها شويه تاع القارص، يعني عصره تاع القارص، وبلا ما نساو الملح. ناخذ هنايا لاكويس ديالنا تاع لا داند، يعني الفخذ الداند كيما راكم تشوفوا. هنا راهم دي زوسي البنات. بهذه الطريقه نسي نحلو مليح. اذا كانت بلاصه خشينه ولا نفتحها غير هكذا بالموس، هذا ما كان. فوالا ناخد هذيك الصلصه نديرها ديراكتومون كيما راكم تشوفوا في البلاطو تاعنا، ولا في الطبق اللي درنا فيه يعني التتبيله. هاي اللي كيفاش قلت لكم، يعني ساهل ماهل هاد الفخذ تاع يعني هنا البنات تقدروا ديروها بدجاجه اللي تكون ديزوسيا. اذا راكم حابين ندير لكم كيفاش نديزوسيو الدجاجه ولا كيفاش نديزوسيو لا كويس دو داند، ما عليكم غير تقولوا لي في لي كومونتير. حاجه يعني سهله، وما مش ما تديش الوقت كامل، يعني ما تشوفوا فيها حاجه صعيبه ولا. هي سهله بزاف بزاف كي ديزوسيو الدجاجه ولا كي ديزوسيو عفوا لا كويس. هيا نرجعوا يعني لا كويس تاعنا. يلا كيما راكم تشوفوا هنا قطعت دي ترونش تاع البصل. وهنا البنات يعني اذا حبيتوا باش تجيكم، يعني انا كان الوقت شويه مضيق، هذاك البصل دبلوه شويه على نار اللي تكون قويه بشويه تاع الزيت. هذا ما كان يدبل شويه هذاك البصل، وحطوه فوق يعني هاد لاكويس هادي. نفرشوا عليهم طوماطيش، نزيدوا عليهم 3 حبات تاع ولاد الدجاج كيما راكم تشوفوا معايا. نديروا شويه عليهم الملح هكا باش ما يجوناش صامطين، ونغلقوا هذاك الرولي تاعنا ولا هذاك الغوتي ديالنا. هاي ليك طريقة سهلة قلت لكم، يعني يجي زاكي ويجي بزاف بزاف بنين. فوالا نسي نغلق انا هكذا بهذه الطريقة هذه. يعني عادي نتوما تقدروا تلموا غير بالعقل هكذا كيما راكم تشوفوا كيما درت انا. ولا كانت يعني صغير شوية تقدروا تنقصوا طوماطيش ولا تنقصوا شوية تاع البصل ولا. فوالا ناخدو هنايا الخيط الغذائي، ونروح بشكل طولي ندور الدورة الأولانية تاع الخيط نربطو. من بعد نبدا نخدم بهذه الطريقة. شوفوا يا البنات، تدخلوا لتحت وتجوا خارجين، تدخلوا لتحت تعاودوا تجوا خارجين. هنايا انا باش تجيني خدمة شابة عاودت لتاني مرة، يعني كل خيط عاودت له مرة واحدة أخرى فوقه هكا باش نلحق يعني نولي نقطة البداية. فوالا كيما راكم تلاحظوا معايا. كوم تقدروا يعني في لافان تربطوه عادي. انا حبيت نعاود نربطوه باسكو جاني شويه خفت تخرج لي هذيك الخضره. فوالا هنايا نشعلوا المقله، نحطوا فيها شويه تاع السمن ولا شويه تاع الزيت، ونبداو نحمروا يعني في لاكويس ديالنا بدرجه اللي تكون عاليه، يعني تكونوا قويتوا للنار هكا باش ياخذ هذاك لو شوك ويجيكم هذه التحميره الشابه. يعني من الافضل ديروا هذه الخطوه هذه قبل ما تحطوه في الفرن. يعني قبل ما ديروه في الفوغ ديروا هذه الخطوه هذه باش تجيكم بنينه. فوالا هنايا قعدت لي كميه تاع البصل
كنت يعني زدت حمصتها معاه كما راكم تشوفوا. وراني نحمرو بجميع الجوانب. ناخد ان بلاطو نحط فيه يعني هاد لاكويس ديالي. كما قلت لكم تقدروا تعوضوها يعني بدجاجه فوالا كما راكم تشوفوا. هنايا هذيك لا ماريناد اللي قعدت لي درت لها حوالي هكذاك كاس تاع ماء اللي يكون ماشي معمر. فوالا شللت كامل هذاك يعني الريسيبيون تاعي وفرغت هذيك الصلصه ودرت شويه تاع الرند. نشعل الفرن على 200 درجه نخليه يطيب مده ساعه كامله، يعني حتى تدخلوا الموس داخل هذاك البولي تاعكم ولا داخل لا داند ديالكم تشوفوا ما خرجش منه الماء. ضيفوا له شويه تاع الزيتون ونقول لكم كامل شهيه طيبه. خليكم على خير، في امان الله، صحه فطوركم، الى فيديو مقبل ان شاء الله. سلام.